على الشمس تبدي وتختفي من البحر، ألا تبدي وتختفي من البحر. قولوا لي عاصي والدي مش البحر. أنا صرت أشتكي والمحكمة تبكي، ألا والمحكمة تبكي، واللي يخاف الله يا ريت ملكي. أنا لمو شبكي وعاد معي ربه، شبكي وعاد معي رب السماء يحكم ألا والمحكمة. اللهم لك الحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا شاكر. شاكر من؟ هذا شاكر يا خبره. شاكر في صحراء من؟ خلقهم. لا والله نوب. شاكر الجماعي. لا والله. حياك الله. نبي متابعين بالصحراء. شاكر. يا أخي اهدأ. والله انك العبس يا حسن لو بتزيد احنا ما زرت. ما بتفعلوا هذا حكتوني. يعني اسألك بالله التراب هذا مش مؤثر؟ والله ما يقطع فيك قاطعا. لا حول ولا قوة الا بالله. وما كنت شيء مننا يا شاكر. يعني انا هربت منك وفلتك تسافر تغترب، تجمع زلط، تشقى على اسرتك، على اهلك، على عيالك، على اخوالك، على كل اهلك. هذاك امس سافرت ندري اول امس ما رجع بك. احنا ما دخلنا للاجل نطب الله على كرشنا وعلى اسرتنا ونرجع نتزوج ونفعل لنا اي حاجه في البلاد هذا، وانه ما قدرناش نوصل لهم. طيب ما هو اللي حصل يا شاكر؟ اللي حصل يا عزيزي انه الطريق غير الطريق، انا قزني 4 ساعات وانا في المنفذ، وانه طلع ربع شهر وانا في المنفذ. قصدني وسفلت وعاد وصل وحركات، وانه يعني الامور سابره، وانه صحراء في الربع الخالي امانه يثرب، لا تحصل لا جمل لا حتى الدمي امانه، حتى العقرب ما تحصله. ندري ايش تحصل في الصحراء؟ انت حصلت نفس اللي حصلنا احنا والخبره. ما حصلنا الا كم من اسره راقده تحت سيارتها، ما حصلنا الا صياح اطفال سمعنا من داخل سياراتهم مغرزين مثلنا، توايرهم حانبه يا شاكر، ما فيش معهم من يخارجهم. تخيل يعني احنا شباب، احنا البهدله هذه عادي، احنا شباب احنا عادي، بس الاسر النسوان الاطفال يا اخي اللي فوق السيارات بيمسوا. يعني اذا كان بعض الاحيان بتكون خايف داخل بيتك ولو سمعت كلب الطفل بيخاف، ما بالك لما يكون فوق سياره وبيسمع صياح كلاب، برد الصحراء وبرد وخوف. ما عاد فيش كلام يوصف هذا الشيء اللي بيحصل يا شاكر نهائيا. اللي بيحصل في الصحراء مصيبه. لا والله احمد الله ان انا سلمت بجلدي. صاحب السياره اللي دخلت معاك امان انا ما لقيت لا 3 قطاع طرق، حجاب ربي بس ما شاء الله ما عاد احمد الله ان انا ادكت بسرتني بالترنك والفنيله، ولا حرم ما تلاقي منه مشي. انا سلمت بجلدي وهربت، والخبره كل واحد طعفر، واحد شكل تدخل هكذا، واحد قدوه في مسقط عمان رجع. طيب يا حسن تذكر لو ما صرت انا وانت حدا، هذا الطريق الداخليه اللي ابسط حق من حقوقنا. يا شاكر هذا الكلام كله واحنا نوينا نقترب. يعني لو جينا للصدق ومش تمثيل، احنا اصلا ما خرجناش من اليمن. هذه المعاناه اللي الاف القصص اللي نسمعها، بس الشيء اللي عانيناه وشفناه محليا داخليا، الطريق اللي كان يا شاكر 6 ساعات من صنعاء لعدن، اليوم 18 ساعة تدور حول الدنيا كلها علشان توصل لنفس الطريق اللي كان 6 ساعات. ومش بس طريق عدن، كثير طرق في اليمن مقطوعة. يا أخي ليش؟ طيب أنا أقول حاجة واحدة يا حسن، خلوا المشاكل على جنب وافتحوا لنا الطريق بس. يا أخي كلام الشعب كامل يا أخي، رحموا الناس وخلوا المشاكل على جنب وافتحوا الطرق يسافروا الناس وهم آمنين مطمئنين. وباختصار كل جهة أو شخص أو أي حد بيساهم ويكافح ويسعى لفتح الطرقات
ويأمن المسافرين بعد الله سبحانه وتعالى في سفرهم الطويل، هذا بيحصل دعوات ملايين الأطفال، النساء، الرجال، وكل الناس اللي يتبهدلوا الآن في السفر. والعكس يا حسن، اللي يوقف ضد هذا الشيء يحصل دعوات عليه. فيا منع اطرحوا المشاكل على جنب وافتحوا لنا الطريق. افتحوا الطريق. قولوا لي عاصي والدي مو شربان